إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أهل الإحسان. أهل الإحسان. أهل الإحسان. إعداد الصادق عمار. من بالباب؟ حذيفة. أنا حذيفة يا خالة. ادخل يا بني. السلام عليك يا خالة. وعليكم السلام يا بني. كيف حال أمك؟ أرسلتني لأطمئن على صحتك. الحمد لله، حال عجوز، مات عنها الزوج والولد وخلا من حولها المكان سوى من هذا النمل. النمل؟ نعم، هذا السرب من النمل الذي يقطع الغرفة ذهابا وإيابا هو ما تبقى من الأحياء حولي. أراك تضعين له السكر وترعينه كما ترعى الأم أبنائها. هي مخلوقات الله، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم، وإن في الرحمة بها لأجرا. ولكن اعذريني يا خالة، أنت بالكاد تحصلين على ما يسد رمقك، ومع هذا تتقاسمين السكر مع هذا الجيش من النمل. رزق نتقاسمه. هل تصدق يا حذيفة؟ أحيانا يكون لي خيار وحيد بين أن أشتري الرغيف لنفسي أو السكر للنمل، فأشتري السكر للنمل، فإنما نتفوق نحن عليه بنعمة الصبر. أشعر بوطأة المرض تشتد علي، حتى أني لم أعد قادرة على الخروج من البيت لشراء بعض السكر لهذه النملات المسكينات. ليتني أستطيع أن أرسل إلى أختي علها تبعث إلي ببعض السكر. آسفة يا أيتها النملات، آسفة ما عدت قادرة على الاعتناء بكن. يا إلهي، أدعوك أن تمدني بالقوة حتى أوفر لهذه المخلوقات البريئة طعامها. ليتك تأتي الآن يا حذيفة، ليتك تأتي. قد جئتك بما طلبت يا خالة. ضعه للنمل في مدخل بيته. أين؟ في زاوية الغرفة. تتبع مسار سرب النمل ستصل إلى مسكنه.
عمقه؟ ها قد وجدته، لكنها حفرة كبيرة تتسع لحجم قط. كيف؟ لقد كانت حفرة بحجم إصبع اليد. ذاك هو مدخل بيت النمل. يبدو أن النمل يجتهد في حفرها وتوسعتها. الأغرب أني أرى في الحفرة جسما. جسما؟ تعالي يا خالة، تعالي لتري بنفسك. عجيب، أو حفر النمل كل هذا؟ ما هذا الذي بداخل الحفرة؟ آنية من فخار؟ يا الله، ما هذا؟ دعيني أخرجها. أخرجها ولكن بلطف، بإياك أن تؤذي النمل. ها هي ذي جرة صغيرة من الخزف. افتحها يا حذيفة لنرى ما فيها. إنها محكمة الغلق بمادة الصلصال. اكسرها إذن. نعم. غير ممكن، لا أصدق ما أرى. انظري يا خالة، أترين ما أرى؟ حاضر يا ولدي أن تدهس النمل. اجمع هذه القطع المتناثرة من طريقه وسنرى ما هذه القطع. جواهر يا خالة، بريقها يملأ الغرفة. ذهب ولآلي، كنز. هذا أكيد كنز. نعم كنز. هنيئا لك يا خالة. انتظر يا حذيفة وتثبت جيدا، لعله حديد صدئ. تثبت وتأكدت، هي جواهر ذات بريق أخاذ يخطف الأبصار. سبحانك يا الله، تلك المخلوقات الصغيرة التي ضرب الله بها مثلا في صغار الحجم وخفة الوزن، ومن يفعل مثقال ذرة خيرا يره. هذه الكائنات التي تبسم سليمان لسماعها تقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الكائنات الضئيلة يلهمها الله سبحانه أن ترد الإحسان بالإحسان وأن تكافئ الحسنة بأحسن منها. أهل الإحسان. أهل الإحسان. أهل الإحسان، أداء ندى عمار والصادق عمار. أهل الإحسان. هندسة الصوت حسين قدرية وفوزي شعبان.